السلام عليكم البنات ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم ماسك عرق السوس وفوائد عرق السوس للبشره. عرق السوس يستعمل في تخفيف هيجان البشره ويعالج الامراض الجلد ومضاد للالتهاب، ويستعمل ايضا في العديد من منتجات التجميل، ويستعمل أيضا في الوصفات المنزلية. يقضي على التصبغات الداكنة في الوجه، ويقضي على آثار الشمس في الوجه، ويبيض. عنده عدة فوائد، يبيض البشرة وتنور البشرة، ويقضي على الخلايا الميتة، ويعطي الوجه نضارة. يعني كديري الماسك تحسي بوحدة النضارة في الوجه وتحسي بوجهك مشدود. نبداو بسم الله ان شاء الله. اولا نصلوا على النبي الحبيب ونبداو. نجيبوا عرق السوس ندقوه ولا نطحنوه، ندو البودر تاعه برك، نغربلوها في الغربال، ندو البودر الرقيقه هذيك، ندو ملعقه كبيره بودر عرق السوس، ونضيفوا لها هذا المكون جيل الأوليفيرا. ندو ملعقه من جيل الأوليفيرا وملعقه عرق السوس ونخلطوهم مع بعض، نتحصلوا على كريمه ونطلوها على الوجه ونخلوه حتى يجف ونغسلوه. واللي ما عندهش جيل الأوليفيرا تستبدله بالياغورت ناتيغ، عفوا بالياغورت ناتيغ، الياغورت الطبيعي. ندو ملعقه من عرق السوس وملعقه ياغورت ناتيغ، خلطوهم مع بعض، نتحصلوا على كريمه نطلوها على الوجه ونخلوها حتى تجف. يعني الوقت اللي نشفت فيه تغسليها 20 دقيقه، نصف ساعه، 40 دقيقه، وقت اللي تجف نغسلوها. وان شاء الله الوصفه تكون نالت اعجابكم. واللي مازال ما اشتركتش في قناتي نتمنى منها الاشتراك فضلا وليس امرا، ومرحبا بكم وباسئلتكم في اي وقت.